صباح الفل أو مساء الفل حسب الوقت اللي بتتفرجوا فيه. أهلا بيكم في فيديو جديد من بوب بلوتس. النهاردة هنعرف ازاي نحول الصورة دي للأنيميشن ده. أنا عملت فصل للصورة وجهزت الفايل بالشكل ده علشان يبقى جاهز للأنيميشن على طول. هنفتح فايل Anubis Vis Zeus وندوس على دبل كليك على الكومبوزيشن، هيفتح لنا اللايرز بالشكل ده. هنحول كل اللايرز ل 3D وبعدين هنضيف null object layer وهنحولها ل 3D وهنربط كل اللايرز بيها، وبعدين هنضيف الكاميرا وهنربط النول اوبجكت بيها، وبعدين هنفتح الكاميرا اوبشنز وهنمسك التايم انديكيتور ونقف بيها عند الثانية رقم 16 وهندوس على ستوب واتش اللي جنب الزوم، وبعدين هنرجع لأول ثانية وهنحرك سلايدر الزوم ده شوية لليمين لحد ما الكادر يبدأ يبقى بالشكل ده، وهننزل للاير النل وهنمسك التايم انديكيتور ونقف بيها برضو على الثانية 16 ونضيف كي فريم للبوزيشن ونرجع تاني للثانية الأولى، وهنيجي عند سلايدر الأرقام اللي في النص ده ونسحبه لليمين شوية علشان يبدأ يرفع الكاميرا بالشكل ده، وبعدين هنخفي لايرز الكاميرا والنول اوبجكت مؤقتا علشان نبدأ نحرك الشخصيات. وبعد كده هننزل للاير زيوس وهنرجع للثانية بين 14 و 16 وهنجيب البابت تول ونبدأ نضيف بنز في المناطق دي، وبعدين هنرجع للثانية رقم 1 وهنحرك البنز دي لورا شوية. ونفس الخطوات دي هنطبقها على كل الشخصيات. بعد كده هننزل للاير الويبن وهنيجي عند الثانية رقم 14 ونفتح الروتيشن، بس قبل ما نغير حاجة هنمسك التول دي علشان نحرك بيها الانكور بوينت للجزء اللي تحت من السلاح. هنتقدم شوية لحد الثانية بين ال 14 وال 16 وهندوس على الستوب واتش اللي جنب الاورينتيشن وهنيجي عند الثانية رقم 1 وهنحرك سلايدر الأرقام اللي على الجزء اليمين ليمين شوية وهنطبق نفس الخطوات دي على السلاح التاني. وبعدين هنيجي عند لاير السورد وهنطبق نفس الخطوات، بس اللي هيختلف اننا هنغير البوزيشن مش الروتيشن. وهنيجي عند لاير انوبيس ويبن
ونطبق نفس الخطوات لآخر مرة. المرة دي هنشتغل على الروتيشن. وبعدين هنمسك لايرز الثاندر والفاير وهندوس على الدايرة البيضة دي، وهندوس تي من الكيبورد علشان يجيب لنا الاوباسيتي، وبعدين هنقللها ل 41% وهنقفل اللايرز دي، وبعدين هنضيف لاير سوليد وهنسميها ثاندر، وهنخلي اللاير فوق لاير ثاندر اللي موجودة معانا، وبعدين هنخلي البلند مود بتاعها سكرين، وهنجيب البن تول ونبدأ نرسم باث حوالين المكان ده، وهندوس على مكان فاضي علشان نطلع برا الماسك ونبدأ نرسم ماسك جديد. وهنعمل سيرش على افكت صابر ونطبقه على اللاير الجديدة اللي عملناها. هنفتح افكت صابر ونفتح سلايدر كاستمايز كور ونيجي عند كور تايب ونفتح البانل ونختار لاير ماسكس، وبعدين هنفتح سلايدر ديستورشن ونفتح كور ديستورشن ونشيل التشيك من على البلند اون توب ونعلي الديستورشن امونت ل 53 وهنخلي الكور سايز 3.40 والجلو انتنسيتي 26%، وهنفتح الجلو كولر ونختار منه لون اصفر. هنيجي عند الماسك الأورنج ونفتحه ونقف عند الثانية رقم 1. وندوس على الستوب واتش اللي جنب ماسك باث، وهنيجي عند الثانية بين ال 14 وال 16 ونحرك الانكور بوينتس اللي في الماسك، وهنطلع تاني للكاستمايز كور ونفتح سلايدر فليكر وهنعلي الفليكر انتنسيتي ل 24%، وهناخد كوبي من لاير ثاندر وهنمسح منها الماسكس وهنجيب البين تول ونبدأ نرسم على الأجزاء الصغيرة دي من الثاندر. وهنرفع الكور سايز ل 1.10 وهنرجع نكمل الرسم الماسكات، وهنشيل كل الدوائر البيضاء اللي جنب اللايرز دي، وهنرفع الجلو انتنسيتي ل 80%، وهنقف عند الثانية رقم 4 وهنيجي عند الاند سايز ونقللها ل 0%، وبعدين ندوس على الستوب واتش اللي جنبها وهنروح للثانية رقم 6 وهنعلي الاند سايز ل 100%، وهنكرر ده لحد ما نوصل للثانية 12. وهنرجع للثانية الأولى وبعدين هننزل للاير الثاندر الأولانية وهنقلل الستارت والاند اوفست وهنحط ليهم كي فريمز، وبعد الثانية 4 بمسافة بسيطة هنعلي الاند اوفست ل 100%، وعند الثانية 14 هنضيف كي فريم للاند اوفست، وعند الثانية ما بين ال 16 وال 18 هنقلله ل 0%، وهنقف عند الثانية رقم 12 وهنرجع تاني للكوبي اللي عاملينها من الثاندر وهنضيف كي فريم للاند اوفست وهو 120%، وبعدين نقف بعد الثانية 14 بشوية ونضيف كمان كي فريم ونقلله ل 0%، ونقف عند الثانية ما بين ال 12 وال 10 وهنرجع للتو لايرز بتوع الثاندر الأصلية وهنقلل الأوباسيتي فيهم ل 0% وندوس على الستوب واتش
ونيجي عند الثانية ما بين 16 وال18 وهنعلي الأوباسيتي ل100%. ودلوقتي هنسلكت لايرز الفاير وهندوس على الدايرة البيضاء اللي جنبيهم وهنضيف لاير سوليد جديدة وهنسميها فاير، وهنخلي البلند مود سكرين، وهنمسك البين تول ونبدأ نرسم. ونطبق افكت صابر، وهنعمل نفس الخطوات اللي اتبعناها مع لايرز الثاندر. والديستورشن امونت هنخليه 55، ونخلي الجلو انتنسيتي 51%. ونخلي الجلو كولر اورنج مايل للاحمر، وهنخلي الكور تايب هوت. وبعدين هنشيل الدوائر البيضة دي ونرجع تاني عند الثانية 0 ونرفع ستارت اوفست ل100%، ونقلل الاند اوفست ل0%. وهنيجي عند الثانية رقم 16 وهنمسك الماسكات اللي رسمناها وندوس على الستوب واتش اللي جنب ماسك باث، ونرجع تاني للثانية 0 ونحرك الماسكات دي لبره الكادر، ونيجي عند الثانية ما بين 14 و12 ونضيف كي فريم للأوباسيتي وهي 100%. وعند الثانية رقم 16 هنقلل الأوباسيتي ل0%، وهنمسك التو لايرز بتوع الفاير وهنجيب الأوباسيتي بتاعتهم، وهنيجي عند الثانية 14 ونضيف كي فريم، وعند الثانية رقم 16 نرفع الأوباسيتي ل100%، وهنخلي الكومبوزيشن مدتها 18 ثانية. وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو. لينك الفايل PSD هتلاقوه في الديسكريبشن، وهتلاقوا معاه بلجن صابر. طريقة تسطيبه سهلة جدا زي أي برنامج بينزل عادي. ولو قابلتكم مشكلة ياريت تبلغوني بيها في الكومنتس. أتمنى تكونوا استفدتوا من الفيديو، وياريت تشيروه مع أصحابكم وتعملوا لايك علشان يساعد أكتر على ظهور الفيديو. أشوفكم في فيديو جديد. باي باي.